شكرا. سليم، انت سليم مش كده؟ ايوه. انت مين؟ هو بابا مش موجود. نزل مشوار ورجع على طول. طيب ممكن توديني عند ماما؟ اللي هي في حياتي حضرتك. حياتك الباقية ما تاخذنيش، أنا مش واخدة بالي. انا علاء حضرتك، زميل سلمى. جيت من المطار على هنا على طول عشان اعزيكي واقول لك كلمتين. مين اللي قال لك؟ قال لي علي سعادتك. ما تستهبلش ورد عليا. مين اللي قال لك؟ هشام بيه، انا كنت في عزا بنتي سلمى. سلمى اللي اتقتلت. بنتك اتقتلت؟ طب تقتل؟ اقتل مين بس؟ مش احنا ماسكينك متلبس في شرف قتل؟ هتنكر دي ازاي؟ ما حصلش. ما تتكلم، انت ساكت ليه؟ هو انتوا عرفتوا مكاني ازاي؟ مش مهم عرفنا مكانك ازاي، المهم ان احنا لحقناك قبل ما يقتلك. مفيش قتل ولا حاجه يا هشام بيه. انا مش عارف انت جايب الكلام ده منين. الله، حلو قوي اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. امال كنتوا واخدوا حته مقطوعه ليه؟ تفسحوا؟ انا اللي خدته هناك علشان يفك عن نفسه شويه بعد العزا ويشم شويه هوا. ده اللي حصل. كنا بنشم هوا. ماشي. مين دول سعد؟ معرفش. ولا قلت اوريهم لك. هشام بيه، بعد اذنك. التقرير بيقول ان الشظايا اللي في راس سلمى غير اللي لقيناها في بيت عبد الرحمن. وانت وصلت معاهم لحاجه؟ لا ولا حاجه. يقولوا انه كانوا بيشموا هوا. لا والنبي. انا شاكك ان في حد هنا بيصرف شغل من بره، وهو اللي قال لجمال عن عبد الرحمن. طالما قال على عبد الرحمن يبقى سبق وبلغه عن كريم. بالظبط. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اي معلومات عن القضيه هتفضل بيني وبينك بس، محدش يعرفها. فاهم ده طبعا. انا بتكلم هنعمل ايه في الاتنين اللي متلقحين جوه. خليهم يمشوا. صدقت بقى ان مفيش حاجه بين انا وبنتك؟ ها؟ وايه اللي يخليني اصدق؟ تفتكر لو في حاجه بيننا انا كنت خرجتك من هنا؟ فكرتني.
تشكر برضو بكلامك قدام الحكومة. بنتي كانت بتعمل ايه عندك في البيت؟ هو انت فعلا متخيل ان انا اللي قتلتها؟ انا مش عارف ازاي عقلك يصور لك حاجه زي دي. اقسم بالله العظيم 3 انا عمري ما اذيتها. ولا بنتي كانت بتعمل ايه عندك؟ كانت واخده مني فلوس وبترجعها. فلوس منك انت؟ ليه وعشان ايه؟ عشان السفر. سفرها بره عشان تدرس. يعني انت اللي كنت معصيها عليا ومكبر في دماغها موضوع السفر ده. يعني انت السبب في اللي حصل؟ لا، انا عرفت انها عايزه تسافر قبلها بسنه وشويه، وعرفت ان ما اعرفش، هي قالت لي ان انتوا مش عايزين تدوا لها فلوس التقديم في الجامعه، فعرضت ان انا اساعدها. تساعدها تحصاني؟ كنت مسلفها كام؟ 100,000 جنيه. نعم يرحمك. ليه؟ كنت عايز منها ايه؟ ما كنتش عايز منها حاجه، كنت بساعدها وبس، والكلام ده كان من اكتر من سنه زي ما قلت لك. لو هو من سنه ايه اللي جد؟ ايه اللي جابها لك في الليله السوداء دي؟ هي كانت بترجع لي الفلوس على دفعات، وكان فاضل لي 20,000 جنيه. تقوم ترجعهم لك في البيت؟ هي اللي صممت تجيبهم لي ليلتها، قالت لي انها عندها بعد كده حاجات ولازم ترجعهم لي يومها. جات لي البيت 5 دقايق، رجعت لي الفلوس ومشيت، لكن انا مفيش اي حاجه بيني وبين بنتك.